ايه الوضع الجامد ده؟ وبالعكس ممكن يؤدي للامتناع الزوجة في المستقبل عن عمل علاقة. ايه الخيال اللي حضرتك بتشوفه في الافلام الاباحية؟ اليد الاعمى للاوضاع دي بيؤدي لنصايب وكوارث، وممكن يوصل للزوج انه ممكن يعمل عملية، يحصل غلط او شيفتنج للنزول معين، يعني يعمل لك قطم للعضو الذكري. الأوضاع الجنسية بين المتزوجين. النهاردة يا جماعة حلقة مهمة جدا، من الحلقات اللي أنا تملي أقول لك احفظها، خليها عندك هتنفعك قدام. وده طبعا من الحلقات اللي زي حلقة ليلة الدخلة، حلقة ازاي تقيس سحلبوزك، أطوال السحلبوز. الحاجات دي مهمة، من الحاجات اللي هي الأيقونية اللي في القناة، فأنت لازم تعمل لها داونلود وتحفظها عندك، عشان هتنفعك بعد كده، ليك، لصاحبك، لأخوك، هتنفعك. النهارده هنتكلم على الاوضاع الجنسيه ما بين الحقيقه واللي انت بتشوفه في الافلام، وايه اللي بيتطبق منه، وايه اهميتها، وايه خطورتها. ركز معايا. يبقى ايه هي الاوضاع، اهميتها، خطورتها. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونبتدي باول موضوع معانا، وهو الاوضاع الجنسيه هي ايه. طبعا الاوضاع الجنسيه يا جماعه لازم تبقى عارف ان هي مجموعه من الحركات المعينه اللي بتتعمل اثناء العلاقه الجنسيه مع الزوجه. والاوضاع دي يعني انت بتعمل وضع معين، بيكون الوضع ده مريح ليك. شوف، ركز في الكلام، مريح ليك وللزوجه. مش بس مريح ليك انت، لانه ما يريحك ليس بالشرط وبالضروره انه يريح او يكون مريح للزوجه. وخلي بالك، حط في دماغك تملي انه العلاقه هي علاقة بين طرفين، بمعنى الزوجة لازم تكون مستريحة في العلاقة عشان انت تكون مبسوط، والعكس صحيح، انت لازم تكون مستريح في العلاقة عشان الزوجة تكون مبسوطة. لان احد الطرفين لو مش مبسوطين بوضع من الاوضاع او اي حاجة، على طول العلاقة بتكون فاشلة ومش احسن حاجة. ونهاية الامر انت محتاج في النهاية تسمع كلمة حلوة من الزوجة، ان انا والله ايه اليوم الجميل ده، ايه اليوم الحلو ده كده، يعني فاهم؟ ايه الوضع الجامد ده، وهكذا. حتة ان انت تبقى كجلمود صخر اسود، فاهم؟ انت في دماغك انه انا بقى عايز اعمل كده عشان انا عايز اعمل كده، لا، ده امر مش ظريف خالص. وبالعكس ممكن يؤدي للامتناع الزوجة في المستقبل عن عمل العلاقة، او ما تفكرش او تبتدي تحجم عن عمل العلاقة معاك اذا انت مستمر في الضغط عليها في وضع او اوضاع معينة في عمل العلاقة الجنسية معاها وعمل وضع ده. طيب، أهمية الأوضاع هنتكلم، مش أهمية، خلينا نتكلم على الأوضاع الجنسية ما بين الواقع بقى والخيال. إيه الخيال اللي حضرتك بتشوفه في الأفلام الإباحية؟ واللي أنا بقول لك تملي ابعد عن مشاهدة الأفلام الإباحية، ابعد عن مشاهدة الأفلام الإباحية. وفي حلقة منزلينها برضو اسمها خطورة الأفلام الإباحية، ومنزل لك عليها الأضرار النفسية والأضرار الجسمانية اللي انت بتواجهك لو انت مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية. لأن في نهاية الأمر هتؤدي لمشاكل بعد كده، إن أنت بيبقى عندك سرعة قذف نتيجة الخيال اللي أنت بتبتدي تجمعه تاني أو تستذكره أثناء عمل العلاقة، وبيجي لك أفضل جزء وانت بتعمل علاقة في خيالك، فبالتالي بتفقد السيطرة وبيحصل لك سرعة قذف. لكن اول حاجه انا عايز اقول لك، مش كل الاوضاع اللي انت بتشوفها في الافلام الاباحيه هي قابله للتنفيذ. دول يا جماعه يعني ناس محترفه، ممثلين قابضين بياخدوا فلوس لعمل الوضع ده او بالطريقه دي، اللي بتبان لك انت في النهايه ان هي مبسوطه او مستمتعه، او الوضع يعني بالطرفين. ليه؟ لان التقليد الاعمى للاوضاع دي بيؤدي لنصايب وكوارث، وممكن يوصل للزوج انه ممكن يعمل عمليه، او للزوجه ان هي تعمل عمليه. بمعنى، في وضع مثلا من الاوضاع اذا انت مش فت ومش مدرب عليه انت والزوجة، ممكن يوصل الامر انه يحصل غلط او شيفتنج للنزول معين، يعني يعمل لك قطم للعضو الذكري. وقطم العضو الذكري ده وقطم سحلبوزك ده محتاج عملية، لانه بيكون العضو وهو منتصب ممكن الاعصاب تؤدي الى وهي منتصبة ان ممكن يحصل لها عملية قطع. فبالتالي ده محتاج عملية جراحية. فنخلي بالنا، مش كل حاجة انت بتشوفها يتم تقليدها. ده رقم واحد. اهم الاوضاع هي الاوضاع اللي بتعمل عاطفة او
ده الجزء بتاع أهمية الأوضاع الجنسية بين الزوجين. هي الأوضاع اللي بتقرب أو بتخليك على يعني ود وإثارة ما بين الزوج، أو العاطفة زيادة، لأن في أوضاع للإثارة وفي أوضاع يعني بتكون أفضل وضع أنت بتعمله وأنت مستريح مع الزوجة، وفي الوضع أو الأوضاع اللي هي بتكون العاطفية. بالنسبة للأوضاع العاطفية للزوجة والزوجة، هي الأوضاع تملي اللي بتكون كلها فيس تو فيس، يعني الوجها الوجه، ان انتوا تملي بتكون الوضع بتاعك معاها وش في وش يعني. دي الاوضاع اللي بتقرب الزوجة من الزوج اكتر حاجة، وبيكون فيها ألفة فدي اوضاع طبيعية، دي الاوضاع الطبيعية. وفي اوضاع تانية اللي هي بتكون انت مجبر اخاك لا بطل انه بيعملها، لان هي المناسبة لحالتهم. بمعنى واحد عنده ألم في الظهر مش هيعرف يعمل القصة دي، فبالتالي لازم يبقى في وضع معين انه يقدر يعمل العلاقة مع الزوجة. واحد رجله مكسورة مثلا فلنفرض، فالزوجة اكيد هتعمل اوضاع معينة عشان تقدر تتفادى المشاكل اللي عند الزوج اللي هو مش هيقدر يعملها، فبالتالي هي فدي اوضاع زي مثلا وضع الكاوبوي مثلا يعني، ده وضع من الاوضاع يعني. لكن في مثلا الناس اللي هي اللي عندها يعني زيادة او في تخان سمان يعني شوية، فبالتالي برضو في اوضاع ما يقدروش يعملوها. الوضع فيس تو فيس ده هيكون صعب، لان هم يعني اما هو هيكبس على نفسها فهي مش هتبقى مستريحة، والعكس صحيح، هي برضو مش هتبقى مستريحة. وضع الكاوبوي هيكون صعب، وضع في اوضاع صعبة. ففي اوضاع معينة مثلا هتمشي معاهم عشان يكون اقرب مسافة لتلاقي السحلبوز مع البنتكور، هي دي الاوضاع اللي هيقدروا يمارسوها. غير كده مش هينفع، لانه هيبقى في فرق، يعني في فرق ما بينهم، خصوصا الاتنين لو كانوا سمان يعني. ومثلا الوضع الجانبي او الوضع اللي بيكون على الجنب ده برضه ممكن يكون من الحاجات اللي بتتعمل برضه ليه راحة، او من اريح الاوضاع يعني اللي ممكن تتعمل ما بين الزوج والزوجة. وفي بقى الاوضاع المثيرة، زي وضع مثلا انتوا عارفين وضع الكلبوبي كلبوبي، ووضع اللي هو الدوج ستايل، وفي اوضاع تانية فيها اثارة. طيب هل الاوضاع اللي فيها اثارة دي مهم ان احنا نعملها مع الزوجة؟ اساسي يعني. هل لو انت مش عارف اي حاجة من اللي انا قلتها دي، هل دي تفرق معاك في حاجة؟ خالص والله. يعني على فكرة انت بس بسبب مشاهدتك للافلام والكلام الكتير اللي بتسمعه من اصحاب السوق واصدقاء السوق والتأليف الكتير اللي في الحكاوي، هو ده اللي بيؤدي في نهاية الامر المشاكل. يا جماعة العلاقة هي ليها زي ما قلت لكم اساسيات معينة لازم تمشي عليها. فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 دول مهمين. ما تسبقش الاحداث وما تنطش بعد فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 تخش لي بقى فاهمني انت ايه في الماجستير والدبلومه والكلام ده كله، لان انت لازم تعدي المراحل الاساسيه الاول. لازم تعدي مرحله ان يكون الدنيا معاك كويسه، انت كفيزيكال مرحله اولى انت تمام، نفسك تمام، سحلبوزك طوله تمام، حجمه تمام، وقتك في العلاقه تمام، الدنيا دي تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه الحب والألفة ما بين الزوج والزوجة، دي برضو لازم تكون تمام، ولازم تكون العلاقة عن حب، ولازم تكون العلاقة فيها إثارة، لأن دي هتأثر عليك وقت العلاقة نفسه. ركز في الموضوع ده. طول ما الزوجة بتحب الزوج والزوج بيحب الزوج، هتلاقي العلاقة وقتها قصير وكأنها سنة بتتعمل في 10 دقايق، مع كأنها الموضوع ما خدش دقيقتين تلاتة، لكن الموضوع الزمني بالعاطفة بيكون مضروب يعني اكس 2 3، لانه هتلاقي الموضوع بالنسبة لها اسرع شوية، غير لما هي ما تكونش في ألفة او الموضوع انت جايبه مش في وقته او كده. الموضوع بيطول وبتحتاج وقت عشان تخش هي في المود اصلا. وفي مرحلة اللي هي مرحلة التحضير، ولازم تكون انت عندك دراية بيها، والكلام ده انا اتكلمته في حلقة ليلة الدخلة. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة بقى الفيشة في الكوبس يعني، أو السحلبوس في البنتكور. المرحلة دي لها توقيت. وفي مرحلة اللي بعد على طول إن الزوج يحصل له عملية بتاع إن أنت يعني حصل لك عملية الإتيان يعني، أو جبتهم بمعنى أصح يعني. فبيجي المرحلة الأخيرة، مرحلة إن أنت تفضل لسه موجود ومتواجد جنب الزوجة، وتقدر وتسألها اتبسطتي تمام، والله محتاجة حاجة أعملها لها يا برنس، محتاجة شوية زيادة دقة اديها، يعني محتاجة شوية كشري اديها، فاهم؟ لكن ما تخلصي وتجري، فاهم؟ لأن التخليص والجري ده أمر مش مستحب، حتى دينيا مش مستحب.
لانه مفيش حد بيعمل كده غير البهايم بس، فاهم؟ انا اسف طبعا، بس هو دي التشبيه الديني اللي حصل، ان انت لما تيجي تعمل كده فاكنك بالظبط زي البهيمه يعني، فاهم؟ لان هي البهيمه بتعمل كده، مش هتسال ايه كويسه فاهمني او بتاع، لا هي خلص العلاقه وبيخلص على طول، او الكلب او القطه او الكلام ده كله ما بيسالش يعني. خلاص. فدي أهمية إيه الأوضاع الجنسية ما بين العلاقين، يا إن هي هدفها إن أنت تكون يا في إثارة، يا إما بتقرب المسافات ما بينكم أو العاطفة ما بينكم، يا إما أنت بتعملها مضطر لأشكال معينة. هل الأوضاع شيء أساسي يا جماعة في العلاقة خالص؟ هل أنت مطلوب منك قبل ما تتجوز تاخد كورس أوضاع؟ لا طبعا. الكلام بيجي مع بعضه، الكلام بيجي لوحده، انت بس زي ما قلت لك اهم حاجه الاساسيات. الكذبه الكبرى اللي انت بتشوفه دي افلام انترتيننج عشان حضرتك تثار وتبقى مثار تملي، وعاجبك الفيلم وتشوف فيلم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. فزي ما فهمتك كل الشطات دي متجمعة ومتنجة، وفي مخرج وفي مصور وقطع وبتاع والكلام ده كله عشان يطلع لك افضل مشهد حضرتك تشوفه وتصار منه. فيا جماعة الحقيقة ما بين الواقع والخيال، طبعا الأوضاع الجنسية حقيقة لكن في جزء كبير منها خيال، انت حاطه في دماغك وحاسس ان انت مقصر في حق نفسك ان انت مش عارف الأوضاع دي خالص خالص خالص. حتى لو عملت وضع الفنان عادل آدم الله يرحمه مع الفنانة نبيلة عبيد في الفيلم بتاع تقريبا غالبا كان الفيلم طالع نور الشريف اسمه شطة، الوضع بتاع المعلمين بتاع زمان ده، التوتو النبوت ده، عادي خالص مفيش اي مشكله خالص يعني. الاوضاع يا جماعه ما بتسيرش، المهم طول الوقت، المهم ان انت يبقى في انتصاب ثابت، ما يكونش في ضعف انتصاب بيحصل اثناء العلاقه، ده المهم يا معلم. دي الاساسيات زي ما قلت لك، الاساسيات سيبك من الفرعيات، الاساسيات اهم. الاوضاع ده الايه، شويه الفيستاشيو اللي بيتحطوا على التورته يعني او على الكيك. اخواتي وحبايبي بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى منكم لايك وشير ومتابعه، ويا ريت الدعم، وعايزين لايك وشير ومتابعه من نار. الحلقه دي عايزينها توصل لاكبر قدر ممكن من اخواتنا وحبايبنا للاستفاده، للاستفاده، عشان تركز في حياتك يا حبيبي، ركز في حياتك، ركز في الاولويات، ما تركزليش في الاوضاع واصلا انا هعمل وهسوي تاني. كترة الحاجات وكترة المدخلات هيعمل لك توتر، والتوتر هيؤدي في النهاية ان انت هيحصل لك سرعة قصف، وهتلاقي نفسك بتفقد تحكمك وبتفقد ثقتك في نفسك مرة بعد مرة. لأي استفسار تقدر طبعا تتواصل معايا من خلال اللينكات اللي انا سايبها لكم للمنصات الاخرى، وخصوصا منصة الانستجرام هتلاقيها طبعا ظاهرة لك قدامك هنا، فتقدر تتواصل معايا فيها. لايك وشير ومتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.